كريستيانو رونالدو يتصدر مع العالم برصيد 46 نقطة وبفارق نقطتين عن زملائي رومارينيو الذين ينشدون الصدارة في هذه الأمسية وتحقيق الانتصار في هذه المعركة ومن ثم صدارة الدوري. كل هذه المغريات والمعطيات تجعلنا ننتظر وإياكم ملحمة كروية ممتعة ورائعة. لو تنظرون ما أنظر إليه في ملعب الجوهرة لأصبتم بالكثير من الذهول واستمتعتوا بأجواء المشجعين. هذا التيف العالمي لنشاهده في مدرجات المونديال، وهذا الحضور أيضا العالمي من أنصار النصر في هذه الأمسية. بالتأكيد أمام هذا الرقم المخيف سيطر على مستوى بطولات المملكة. نعم كان عنده منافسة، سجل حضورا لافتا منذ حضور وإمكانياتكم وقدراتكم لاعبي الفريقين. كورنادو الضربة الأولى لكن صدمت بها المعروف. أول فرصة، أول ضرب خطأ، الركب تسديدة قوية لكن صدمت فيها المعروف. وعادت بعد المباريات اللي انتهت بنتائج كبيرة بين الفريقين. غداب يحاول أن يمر وبعد ذلك الكرة تحولت إلى ركنية بداية على كريستيانو. غريب على تنفيذ ركنية نصراوية عرضية بالراس لكنها قمر. حمد الله يحاول الدخول داخل منطقة الجزاء لروما وتسديدة لكن بعد يتدخل. يا الله، محاولة من جانب روما. مر تغطية وتدخل، لا شيء في قرار الحكم. لاوز يعطي استمرارية اللعب، لا يوجد خطأ لجهة اليسار. محاولة اتحادية بينية للاتجاه البيشي لكن التغطية بمبدأ نص الملعب. يحاول يمر رونالدو على اليمين إلى غريب إلى تمرير. شوفها مرة أخرى، وين طارق حامد؟ واحدة بين القدمين. ساحر هذا كريستيانو، حلوة من جانب رونالدو. وين طارق؟ لقد راح أدراج الرياح، ذهب بعيدا امام صاروخ ماديرا في اللقطه الماضيه. لا يلغي 10 دقيقه لعب، 0-0. كرة عرضية من جانب غريب داخل منطقة لكن الإبعاد. الرزاق في هذا المكان دائما ما يكون خطير. حمد الله حطها لكنها بعيدة وبعد ذلك إلى ضربة مرمى. خطير جدا عبد الرزاق حمد الله وإن كان لم عدى بالبرازيلي آخر. كريستيانو كعب كوين المين ليست اللاعبين. اللمسة لمصلحة بابا مسعود، عرضية طويلة تحضير بالراس لكنها بعد يمر يعدي كونان، يلعب بينية حلوة خطيرة لغريب وغريب الميل لكن التمريرة تأخرت والتغطية رائعة في اللحظة الأخيرة. مد الله روما بتمرير ذكية إلى البيشي، يحاول يمر لكن تغطية وتدخل وبعد ذلك استمرار اللعب. لا شيء في اللقطة الماضية، اللعب يستمر وبعد المدافعين لكنها صعبة. وبعد ذلك الحارس نواف العقيدي إلى مرماهم. الكرة تصل إلى عبد الليلة سلطان غنام، تمريرة بدون تركيز. من المباريات الكبيرة اللي جمعت بين الفريقين واللي كان فيها محاولة مرور بينية حلوة خطيرة لبابا مسعود داخل منطقة تمريرة لكنها بعد أحمد بابا مسعود الأخيرة اللي شكلت خطرا على المرمى النصراوي. خطأ يحتسب حكم المباراة لمرات. لسه عودة إلى بابا مسعود، عرضية داخل منطقة خطيرة وبعد ذلك الكرة إلى ضربة مرمى. خطيرة اللقطة الماضية وبعد ذلك إلى ضربة مرمى. المرات القريبة رومارينيو والدفاع تدخل إلى حمد الله، خطيرة لكنها إبعاد من جانب المارو. خطأ لمصلحة غونزاليز. شوف دور المارو غونزاليز. كريستيانو كونان مرة أخرى إلى كريستيانو، تمرير الكرات بالراس معتمدا على طوله بالنسبة لرونالدو. غريب يحاول يمر والتسديدة وكرة وفرصة. يا إلهي، تسلل أخيرا من جانب حكم اللقاء، بدأ فيها شك على رونالدو في الأصل. عودة لكورنادو، عرضية خطيرة لكن رونالدو يبحث عن حل. تغطية والتدخل من جانب إيغور كورنادو، يكسب خطأ على عبد الرحمن غريب في اللقطة الماضية. على التمريرة خطيرة إلى إيغور كورنادو، تسديدة لكنها تمر على يمين نواف العقيدي. المرات القليلة نشوف فيها المباراة كرة طويلة، العقيدي خارج من مرماه، يبعد الكرة إلى رمية جانب. رونالدو مع كورنادو، رومارينيو، سلطان غنام بعودة إلى غريب،
مجموعة من التمريرات النصراوية تصل بعد ذلك طويلة للأمام. الغنام يحاول أن يمر أمام با مسعود، يحافظ على الكرة. ساعتي عبد الرحمن غريب خطيرة على مرمى قرويب، عرضية خطيرة لكن الحارس سليهم أمام مد الله. سليهم عرضية خطيرة بالراس ولكنها مرت في الأخير إلى ركنية نصراوية. ركنية نصراوية، شوفها مرة أخرى، رأسية رونالدو لما غريب ضاعت من غريب. مد الله بكرة عرضية خطيرة، دفاع تدخل معادو هنا إلى من إلى بران، حطها في المساحة باتجاه كريستيانو. روما بتمريرة ذكية خطيرة على اليسار وكرة اتحادية. المارو يتدخل، المارو في اللحظة الأخيرة، واحد من رجال هذه مارينيو. إيغور كورنادو بكرة عرضية خطيرة بالراس، يا إلهي لقطة في منتهى الخطورة، حلوة 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 حلوة. لا، اللقطة الماضية كانت بكرة برونو إنريكي. نعم الكرة كانت خارج الخشبات الثلاث، الكرة كانت خارج الخشبات الثلاث لكن كانت في منتهى الخطورة. استطاع الغنام احتكاك في اللقطة الماضية. هذه الفرصة صاروخي مانيرا، كريستيانو تسديدة بعيدة جدا على مرمى مارسيلو والى ضربة مرمى يا كريستيانو. ضربة مرمى كرة كريستيانو رونالدو الأخيرة. بحث عن حلول، الكرة باتجاه سلايم، تسديدة لكنها في يد الحارس. حلوة اللقطة الماضية، الكرة والتسديدة من سلايم. تمريرة كورنادو وحط الله بكرة وكرة وتسديدة، يا إلهي المارو يا جماعة، المارو يا جماعة. كورنادو مرة ثانية، ضغط عالي من جانب سليم، يكسب خطأ عبد المجيد أمام إيغور كورنادو ومحاولة اختراق الدفاع وتغطية في اللحظة الأخيرة من الدفاع النصراوي وبعد ذلك استمرار اللعب بقوة أكبر. الكرة العرضية خطيرة بالرأس، يا إلهي مش ممكن اللقطة، الله على عقيدين. روما كرة العادة النصراوية. روما خطأ وإنذار. بكرة عرضية نحو القائم الثاني خطيرة وكرة لكن الدفاع تدخل في اللحظة الأخيرة. با مسعود مرة ثانية، با مسعود خطأ عليه في هذه اللحظة. هو الاتحاد اللي رفع تيفو فيه الرقم يرمز إلى حضوره بأكثر للاتحاد في الجانب الأيسر. أول بأول عويلة، كرة حلوة ذكية من جانب غريب للغنام بكرة عرضية لكن برونو إنريكي في التغطية في اللحظة الأخيرة. الحكم أشار إلى وجود ولا زلنا انتظار. العبود بكرة عرضية بالراس خطيرة لكنها تمر إلى ركنية. من هذا المهاجم اللي ظهر فجأة؟ شطة يحافظ على كورته حلوة باتجاه رومارينيو، مر وكرة روما من لها غير روما يا عميد. لا جديد يا عميد، لا جديد. روما شايفين عامل ازاي؟ ده كده بنات اهوت، ده فلفل اسمر بس خشن. طبعا كلنا عارفين ان الفلفل الاسمر الخشن ده له سحر لوحده في ازاله الدهون ونزول الوزن كمان. يعني الناس اللي هي برضو حابه تنزل وزنها ممكن هتستخدم برضو في الوصفه بتاعتها الفلفل الاسمر ده، كويس جدا وبيحرق معاكي كل الدهون. طيب هنعمل ايه بعد كده؟ هقول لكم. بعد كده يا جماعه هننزل عليها بالميه المغليه زي ما انتم شايفين معايا بالشكل ده كده. كل المكونات بتاعتي كلها مكونات سهله وزي ما قلت لكم من قلب مطبخنا، يعني مش هتكلفنا اي حاجه. هندوب برضو المكونات كلها بالشكل ده كده. طبعا مش هنشرب على طول، لا هقول لكم بقى على حاجه كويسه جدا. اخر مكون معايا طبعا زي ما انتم شايفين كده النعناع. تمام، النعناع ده برضو كويس جدا. كل الحاجات اللي انا حطيتها مكونات مفيده وفي نفس الوقت مفيده للجسم. ده كده معايا ورقتين نعناع اخضر.